السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي وبناتي، يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنكمل سلسلة حاجات رمضان، من ضمنهم القمر الدين. القمر الدين ده اهو انا رحت عشان اشتري من الهايبر صنف من الاصناف، يعني الصراحة الممتازة. لقيت اللفة الواحدة ب 117. طب انا هيقضيني قد ايه في ال 30 يوم حتى لو ما عملتش كل يوم؟ انا اللفة الواحدة بتتعمل يا دوبك لو عندي كام نفر كده، هتبص تلاقيه على مرتين، اللفه على مرتين بالظبط. طب هتديني قد ايه؟ طبعا قلت لا، انا هنحاول نجيب الطريقه واعملها في البيت وهنشوف هتتكلف معايا قد ايه. صراحه انا 3 لفف زي ما انتم شايفين كده، 3 لفات، ادي لفه ودي لفه، شايفين قد ايه؟ ودي اللفه الثالثه كلفتني 22 جنيه ونص، بامانه 22 جنيه ونص. هقول لكم بتتكون من ايه. سهله جدا، مش هتاخد معاكي وقت، تعمل في منتهى السهوله، ولا حد بقى يضحك علينا ويبيع لنا الحاجه غاليه. لا، هنعملها في البيت وهنستغنى عن اي حاجه غاليه نقدر نستغنى عنها. هنشوف مع بعض. بس قبل ما اسيبكم ونروحوا بقى المطبخ، ما تنسونيش اللي ما اشتركتش تشترك، واللي ما عملتش لايك تعملي لايك، ويا ريت تشيروا الفيديو لو عجبكم، تشيروه على الواتساب وعلى الفيس لاصحابكم علشان نجمع اكبر قدر بقى من حبايبنا ومتابعينا، وتعملوا الجرس للكل علشان في ناس بتشتكي ان في فيديوهات مش بتوصل لها، يبقى مش عامله الجرس للكل. الجرس تدوس عليه يعمل العلامه السوداء ومكتوب للكل، هيوصل لها كل الفيديوهات بتاعتي. هنشوف مع بعض هتعمل ازاي وتعمل بايه. يلا بينا بقى المطبخ، يلا بينا مع بعض. انا هنا جايبه كيلو جزر زي ما انتم شايفين كده، غسلته كويس وبعدين قشرته، وبعد كده هنبدا نبشره. انا عندي هنا الميكسر فيه مبشره، زي مبشره البصل والجزر. اللي ما عندهاش مبشره آلي ممكن تعمل مبشره العاديه. المبشره العاديه طبعا مفيش بيت ما فيهوش مبشره. لو ما عندكيش مبشره يبقى بالسكينه هتقطعي قطع صغيره، بس المبشره هتساعدك جدا انك تنجزي، وان الجزر طبعا بياخد وقت في السوى، فهيستوي معاكي بسرعه. هنعمله في المبشره كله الكميه كده، الكيلو على بعضه كده هنبشره، وبعدين هتحطيه في حله يا اما جرانيت او تيفال، المهم ما تكونش بتلزق، لان بعد كده احنا يعني هتشوفوها بعد كده هتبقى شكلها ايه. هنحط على الجزر ده نص كيلو سكر، نص كيلو سكر هنحطه ونركنه كده على جنب. انا جايبه هنا البرتقان بتاعي. البرتقان ده شايفينه بلدي ناعم ازاي وكله ميه طري كده وكله ميه. البرتقان ده انا جايباه ب5 جنيه، والجزر جايباه برضو ب5 جنيه. البرتقان البلدي جايباه ب5 جنيه، والجزر ب5 جنيه، يعني على بعض كده ادي 10 جنيه. زي ما بقول لكم اتكلف 22 جنيه ونص. هنبدأ نعصر البرتقان. لو ما عندكيش العصارة الآلي دي برضو ممكن تعصريه في عصارة عادية بإيديكي، يعني اعملي أي حاجة، المهم تعصريه لي قد كيلو بالظبط. أنا عصرت كيلو، وهنحط الكيلو ده على الكيلو ده، يعني عصير البرتقان على الجزر والسكر اللي احنا حطيناه في الحلة. هنا بقى جايبه عسل جلوكوز. العسل جلوكوز ده بيبقى يعني المفروض ده يبقى في اي بيت، لاني بتستعمليه في كل الحلويات، بتعوزيه في كل الحلويات، حلو جدا. هتحطي معلقه عسل جلوكوز. نفترض ما عندكيش ومش عايزه تجيبي، خلاص مفيش مشكله. هنحطه على النار زي ما انتم شايفين كده. هحطه على النار، على نار عاليه، علشان السكر يدوب ويغلي معايا. اول ما هيغلي هنبص نلاقي طلع كده ريمة على الوش، شايفين؟ هنقلب شوية هتبصي تلاقي بدأ فيه ريمة تتجمع. الريمة دي ما تسيبهاش، تجمعيها كده وترميها. هيطلع حاجات بسيطة كده علشان انا مش عايزاها يغير لون قمر الدين. هنسيبه بقى على النار ونوطي عليه خالص لغاية ما الجزر بتاعنا يستوي كده ويدوب، يعني تمسكيه كده تلاقيه داب. لسه شوية هنسيبوه شوية لغاية ما يستوي. وبعد ما استوى بالهاند بلندر، لو ما عندكيش برضو، في ناس ما عندهاش هاند بلندر، بالخلاط العادي، شفشق الخلاط العادي تحطيه وتضربيه لغاية ما يبقى زي ما انتم شايفين كده زي العصير التقيل.
بعد ما ضربناه هنحطه على النار ونجهز بقى النشا. النشا دي نص كوباية على الكيلو، ده الجزر بياخد نص كوباية نشا. نص كوباية نشا على معلقتين مية، مش اكتر من كده عشان عايزاه ما يخفش. وبعدين هنحطه كده وتقلبي بسرعة وتقلبي يعني ما تسيبيهاش عشان ما تكلكعش في حتة وتسيب لك حتة تانية. ومعلقة ملح ليمون، معلقة الملح ليمون دي قد معلقة السكر كده بالظبط. طبعا بتدي مزازة وبتدي طعم المشمش كده لما بتحطيه. هتقعدي تقلبي كده ما تسيبهاش، هتقعدي تقلبي بايديكي كده لغايه ما يبدا يتقل، يعني تبقي واقفه جنبه يتقل كده ويغمق معاكي وينشف عصير البرتقال، هتبقى معاكي زي العجينه كده، شايفه زي العجينه. شايفين الحله بقت عامله ازاي؟ طبعا لو بتلزق بقى كانت بقت سواد يعني. زي ما انتوا شايفين كده بتلمي العجينه معايا، شايفين بتبقى زي العجينه بالظبط، تتقل معاكي ما تزهقيش. هتقعدي تقلبي فيها لغايه ما تتقل معاكي تبقى زي العجينه. تلمي بقى كل اللي حوالين الحله دي وتحضري بقى مفرش او ورقه ورق زبده. انا ما عنديش طبعا، لقيت يعني الحظ يعني لقيت ما عنديش ولا ورقه زبده عندي. رحت حطيت مفرش عادي، بس بعد ما بردت شويه سبتها يجي 5 دقايق كده بردت شويه. دهنت المشمع ده زيت، ودهنت المشمع اللي فوق ده زيت برضو. بالراحة كده هتبصي تلاقيها اتفردت معاكي في منتهى السهولة عشان هي سخنة والزيت بيخليها بتزحلق، فهتبصي تلاقيها بالمردنة بقى بنشابة بأي حاجة هتفرديها بصي تلاقيها اتفردت معاكي، ده في منتهى السهولة. هتطبقيها كده وتحطيها في التلاجة بتاعتك لمدة 2 3 4. بس أنا للأسف أنا كنت مستعجلة عشان كده، عشان ورايا حاجات تانية، عشان كده طلعتها كانت طرية شوية. طب أقطع الحروف بسويها، تقطعي الحروف بتاعتها. طبعا الحروف دي مش هتترمى، انت ممكن بعد كده تحطيها بقى في الخلاط وتعملي كوبايه كده قمر الدين كده وتحطيها في التلاجة قبل ما تسقع شويه. كده بقى نقطع الحروف عشان اسويها. قطعتها طبعا الحروف كلها، وبعدين هنقطعها ل3 قطع عشان طبعا كل قطعة هنشيلها في كيس. انا هجيب اكياس تلاجة هتفتحيها من 3 جوانب كده وتحطيها عليها. للاسف انا ما تصورتش الحته دي، ما تصورتش للاسف وانا بعملها، احسب الكاميرا بتصور، لقيتها ما بتصورش. بتحطي طرف الكيس، بنحط طرف الكيس على واحده وتقلبيها كده تبصي تلاقيها اتقلبت كانها دخلتيها جوه الكيس. بعملها لكم مره تانية في حاجه تانية بقى ان شاء الله. حطيتها في الكياس، شايفين فتحها من 3 جوانب، شايفين بس. وبتتحط بقى في التلاجة، تشيليها بقى تطبقيها وتشيليها في التلاجة بقى لغاية ما تيجي تستعمليها ان شاء الله في رمضان. سهلة جدا مش مكلفة خالص. اسيبكم في رعاية الله وحفظه. كانت معاكم فدي قاسم. وما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس للكل عشان يوصل لكم كل جديد. اسيبكم في رعاية الله وحفظه، مع السلامة.